فلان الفلاني فاشل قوي يطلع على الشاشه، فشل قوي يعني لو نص فاشل ما يطلعش، لازم يبقى فاشل جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا خروج المنتخب من كأس العرب، خروج لطيف، خروج لذيذ، خروج ظريف ومعتاد طبعا المرة ال 14,000 مثلا اللي يحصل فينا كده يعني. انا جاي اهرج اتقدم. معلش يا دكتور، يظهر تعب فجأة. اتفضل اصحابي على بره. بس مسخرة اللي فاتت. ما لحقناش حاجة. ده امر عادي جدا، مفيش فيها مشاكل، حتى عشان كده الواحد ما اتكلمش. بس الظريف بقى والملفت للنظر في الموضوع ايه؟ المنتخبات اللي كملت للدور اللي بعد كده. احنا في دايما اسطوانه بتاعت ايه؟ مش احسن مننا زي سوريا والعراق؟ انا عايز ابقى زي سوريا. يعني بص، انت سوريا عدتك على فكره، فلسطين عدتك، يعني فلسطين وسوريا وصلوا للمستوى اللي بعدك. حاجه مسخره مسخره، وانت كل ماتشاتك خسرتها وبعدين ايه؟ بتخسر خساره قلة الادب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني تخسر 3-0 حاجات كده، يعني اللي هو تشوف اللعيبه دي اول مره اشوف بعض. يعني اللعيبه ديت مثلا ايه، عارف كنت زمان ايام المدرسه، انا ماليش في الكوره اصلا، ما بحبهاش قوي يعني. فكنت زمان ايام المدرسه ايه، تلاقي العيال هيلعبوا كوره وناقصهم واحد. تعرف تلعب كوره يا عمرو؟ انا يا جدعان خلاص من غير يا جدعان، تعالى اقف جوه، انت لسه هتقول يا جدعان؟ يلا احنا عايزين واحد، عايزين نكمل الفريق. هو بالظبط انا حاسس ان اللعيبه دي جت كده، يعني اللعيبه ديت ما لعبوش مع بعض خالص. هم احنا عندنا بطوله، يلا يا ابني عايزين نكمل الفريق، خلاص يلا على بركه الله نكمل الفريق. حاجه لذيذه جدا ولطيفه جدا عادي. ويقول لك اصلها بطوله وديه، بطوله وديه جوائزها اعلى من جوائز كاس الامم البطوله الافريقيه. ده ايه ده؟ انتوا ده حاجه جميله، ده حاجه حلوه. فكروني بحوار كان عمله الاستاذ ناصر القفاص، كان بيقول فيه ايه؟ انه اللي بيطلع على الاعلام لازم يكون فاشل. يعني فلان فلاني فاشل يطلع، فاشل قوي قوي يطلع، لو فاشل نص نص ما يطلعش، لازم يبقى فاشل جدا. ففعلا والله لما تيجي تشوف حال المنتخبات المصريه على مدار السنين، الا في فترات قليله جدا يمكن منها مثلا فتره الكابتن حسن شحاته، تلاقي انه ايه اللي بيمسك لازم يكون يعني فاشل قوي قوي. معلش والله، هو شر البلايا ما يضحك. يعني انت بتضحك عم، انت ما عندكش دم يا عم. شر البلايا ما يضحك، يعني هي لا هنبقى بنكسب ولا هنبقى بنضحك. شوف الكابتن حلمي طولان وهو بيتكلم على الفرقه وبيتكلم هو جه ازاي، اللقاءات القديمه ازاي، اللقاءات القديمه دي ما قالتش لاي حد انه المنتخب ده رايح على مصيبه سوداء. يعني ازاي يعني ازاي الناس شافت اللقاءات ديت وقالت ده ان شاء الله المنتخب ده هيروح، ربنا هيوفقه، ربنا يوفقه، ربنا هياخده يعني. وما عنديش غير الجزمه دي.